ببلش الفيلم وبتحكي القصة إنه زمان كانت اليابان معبية بالسحر والشياطين والساموراي، وبهالوقت كان حاكم اليابان اسمه شوجون، وتحت حكمه كانت كل مقاطعة باليابان معادية للتانية. وجنود الساموراي كانوا هم اللي بحافظوا على أمن وأمان المملكة، ومكلفين كمان بحماية الحاكم. ولو في ساموراي خذل الحاكم، اسمه وسمعته رح يتلطخوا بأكبر عار بالمجتمع الياباني كله. ووقتها بصير اسمه رونن، بمعنى محارب بلا سيد. بتبلش القصة مع طفل صغير اسمه كاي، وما حدا كان يعرف كيف وصل لمقاطعة آكو لأنه طفل غريب. بالبداية الناس فكروه روح شريرة، وصاروا يطلعوا عليه قصص وأساطير كثير. كاي بيتعب من الركض ووقع ببحيرة بالمقاطعة، وفي واحد اسمه أويشي لقاه واقع بالغابة وشاف إنه في آثار جروح براسه، وفكر روح شريرة وكان بده يخلص عليه. بس اللورد آسانو حاكم مقاطعة آكو وقفه. شاف كاي وهو مغمى عليه فأخده عنده على البيت. آسانو شاف بكاي إشي غريب، وكمان بنته ميكا شافت فيه نفس الإشي. آسانو خلاه يعيش بأرضه بس مش جوا مملكته، وخلى كاي عايش بكوخ بالغابة قريب من المملكة. مع إنه بهيك تصرف كان بيخالف تعاليم الساموراي اللي بتحكي إنه ما بصير أي غريب يعيش بين اليابانيين. جنود الساموراي شافوا إنه وجود كاي بينهم رح يجيب الشؤم للأراضي اليابانية. كاي كان بيحب ميكا بنت اللورد أسانو، وهي كمان كانت تبادله نفس الحب، بس هو عارف إنه ما رح يقدر يتجوزها لأنه مش من الطبقة النبيلة، والأهم من هيك لأنه مش ياباني أصلاً. بعد مرور 10 سنين كاي بكبر، وبهالوقت كانوا الساموراي تبعون الحاكم آسانو بيطاردوا ثور بالغابة. وفجأة ظهر هالثور الضخم وهجم عليهم. الساموراي بلشوا يرموا عليه السهام لحد ما وقعوه، بس الثور قدر يقوم مرة ثانية وبرفص كم واحد من الساموراي وهرب. وكان على وشك يقتل ساموراي اسمه ياسونو، بس كاي وصل وغز السيف بصدر هالثور وخلص عليه. بعدها سحب السيف من الثور ورجعه لياسونو، بس ياسونو حكى مع كاي بطريقة سيئة وحكاله بفضل أموت على إيد ثور ولا يجي واحد غريب ينقذني. بعدها وصل آسانو والساموراي وفكروا إنه ياسونو هو اللي قتل الثور، وصاروا يحكوا لمقاطعة آكو إلها جميل كبير عليك. وأجا أويشي قطع قرون الثور كشهادة على إنجازه، مع إنه مش هو اللي عملها. وأويشي بشوف أثار الدم على إيد كاي فبيعرف إنه هو اللي خلص على الثور، ولا إنه ما بيحبه فما بيحكي الحقيقة. بعدها كاي شاف من ورا الشجرة ثعلب أبيض بعيون لونها أزرق وذهبي، بس ما أعطاه اهتمام كتير ورجع على الكوخ اللي عايش فيه. بعدها آسانو والساموراي تبعونه رجعوا لمملكتهم، وآسانو بيحكي لبنته ميكا إنه الحاكم شوجون اختار مقاطعة آكو عشان يعمل فيها بطولة القتال السنوية. وآكو هتنافس مقاطعة ناغاتو، وحاكمها كان اسمه اللورد كيرا. وكان في عداوة كبيرة بين آسانو واللورد كيرا. بالليل ميكا تركت المملكة وتسللت عشان تقابل كاي بالكوخ تبعه، وكانت جاية عشان تعالج الجرح اللي بظهر كاي، بس كاي طلب منها تروح. وقتها الثعلب اللي كاي شافه راح لمملكة كيرا، وهالثعلب حول حاله لوحده، وبتكون ساحرة واسمها ميزوكي، وهي مخلصة جدا لكيرا ومستعدة تعمل أي إشي عشان ترضيه. بيكون ما ظل البطولة غير يوم واحد، والملك شوجون وكيرا راحوا يزوروا مقاطعة آكو عشان يحضروا البطولة. ثاني يوم كاي بيتفرج على مراسم الترحيب بالسير، وشاف بالصدفة وحدة بعيون زرقاء وذهبية زي الثعلب الأبيض، وراح خبر أويشي بهالقصة وإنه في وحدة من اللي مع كيرا كانت ثعلب أبيض بالغابة عنا بالمملكة. أويشي بيتجاهل كلامه وبذكره إنه شخص غريب ومنبوذ من الناس. ثاني يوم البطولة كانت على وشك تبلش، والمقاتل تبع مقاطعة كيرا نزل على الحلبة، بينما المقاتل من مقاطعة آكو ياسونو كان بجهز في حاله. فجأة قرب منه الثعلب الأبيض وسحره لحد ما خلاه فاقد للوعي. تشيكارا ابن أويشي وكاي شافوا ياسونو وهو واقع على الأرض، فتشيكارا بيحكي إنه لو المقاتل تبعنا مش جاهز هاد رح يسبب لنا إحراج. فرح كاي يحل محل ياسونو كمقاتل لمقاطعة آكو ولابس قناع عشان ما حد يكشفه. بلش القتال بينهم، بس كاي أكل ضربة قوية بوجهه وطيرت القناع وانكشف وجهه. آسانو تفاجأ لما شافه لأنه المفروض مقاتله يكون ياسونو. الحاكم شوجون وقف القتال وأمر الساموراي يخلصوا على كاي، بس آسانو وميكا تدخلوا حموه واعتذروا لشوجون، وقبل اعتذارهم بس أمر بضرب كاي وتجريده من لبس الساموراي. وفعلا هيك بصير. آسانو حس بإحراج كبير وحبس حاله بغرفته. على الجهة الثانية ميزوكي بتحكي لكيرا أنا حاسة بضعف آسانو، وطلعت سائل غريب وحولته لعنكبوت سام، واستخدمت قوتها ووصلت لغرفة آسانو وهو نايم وحطت العنكبوت على تمه، والعنكبوت أفرز السائل الغريب على تمه. بعد ما آسانو صحي بالغلط بلع السائل، وأجته هلوسة وحس إنه سامع صوت ميكا، ولما تحرك عشان ينقذها بلاقي كيرا بتحرش فيها، فسحب سيفه وكان رح يقتل كيرا.
بس بيتضح إنه بالواقع هو راح على غرفة كيرا وكان راح يقتله وهو نايم، ولولا تدخل أويشي ما كان وقف وما صحي من الهلوسة هاي إلا لما تدخلت ميكا. أويشي استغرب كثير من الحالة اللي كان فيها آسانو. بعدها شوجون أصدر حكم على آسانو بسبب اللي صار، وحكم عليه بالإعدام وحكاله بسبب خدمتك ورتبتك العالية حسب تقاليد الساموراي أنت رح تقتل حالك عشان تسترد شرفك وشرف عيلتك. ثاني يوم الصبح آسانو بنفذ الحكم على حاله وبقتل حاله بالسيف ببطنه. ميكا ما كانت مصدقة وبتعيط على والدها. بعدها شوجون أعلن إنه كل الساموراي اللي بآكو صاروا هسه رونن، وأمر ميكا إنها تتجوز كيرا بعد سنة من اليوم، ويصير كيرا هو حاكم المقاطعة، وبحكي لأويشي ممنوع عليكم الانتقام لموت والدكم. وبعد ما بيمشي شوجون بأمر كيرا بأمر نفي كاي لمكان بعيد ويصير عبد هناك، وأمر الساموراي تبعونه إنهم يحطوا أويشي بالسجن لمدة سنة. وبعدها طرد كل الساموراي القدام تبعون آسانو. بعد ما مرت سنة تم إطلاق سراح أويشي من السجن، وأجت مرته ريغو وابنه تشيكارا عشان يساعدوه ويوصلوه للبيت، وعرف إنه ميكا رح تتجوز كيرا عن قريب، وكاي صار عبد بجزيرة هولندية. أويشي بأمر ابنه إنه يجيب له 3 أحصنة، وأمر ريغو إنها تخبر الناس إنها انفصلت عنه، وهو بأمرها هيك عشان الانفصال يحميها من اللي أويشي ناوي يعمله. بعد ما تشيكارا جاب ال3 أحصنة، أويشي أمر يروح لجنود الساموراي الرونن تبعونهم ويحكي لهم يتجمعوا عند البحيرة السوداء بعد أسبوع، وهو رح يروح يحرر كاي. وفعلا بيروح لهناك وبياخذ معه حصان لكاي، ولما وصل شاف كاي بقاتل واحد شكله من سكان جوف الأرض. بعد ما كاي فاز بالقتال أويشي قرب منه وحكى معه، بس كاي هجم عليه وظل يضرب فيه، ولما بوقع بحكي له ميكا بدها مساعدتك. كاي تجمد مكانه وقرر يوثق فيه، وبركضوا هم الاثنين وبهربوا من الجزيرة. بالطريق أويشي بيحكي لكاي إنه غلطان لأنه ما وثق فيه ومتأكد إنه كيرا ساحر لأبوه ليتصرف بهالتصرف. بعدها كيرا بيعرف إنه كاي هرب من الجزيرة بمساعدة أويشي، فبأمر ميزوكي إنها تلاقيه وتخلص عليه. بعدها كاي وأويشي بيوصلوا عند البحيرة، وكل الرونان بنبسطوا لما بيشوفوا أويشي، وبيتعهدوا كلهم مع بعض بالانتقام لموت آسانو وقتل كيرا. أويشي بيورجيهم خريطة وبحكي لهم رح أروح لقرية ويتسو عشان نجيب سيوف جديدة من هناك، وبأمر واحد اسمه إيزو إنه يتسلل لقصر كيرا ويجيب معلومات عنه. وفي واحد بيعترض على وجود كاي وحكى له هاد مش ساموراي عشان يكون بيننا، بس أويشي بحكي له إحنا أصلا بطلنا ساموراي. بعدها بيتحركوا على قرية ويتسو. لما وصلوا بشوفوا جنود ساموراي كثير من رجال كيرا. كاي فورا هجم عليهم وقتلهم كلهم بلمح البصر. الرونن بيتفاجئوا من مهارة كاي بالقتال، أخذوا السيوف من رجال كيرا بس كانوا لسه بدهم سيوف أكثر. وبظلوا هاي الليلة بالقرية بواحد من البيوت الفاضية. أويشي بحكي لكاي مش عارف من وين أجيب السيوف والقرية كلها معبية رجال كيرا، فكاي بقترح عليه إنهم يروحوا لغابة التينغو، وهناك رح يقدروا يجيبوا أحسن السيوف. وبيعترف له إنه تدرب هناك وهو صغير على القتال والسحر وخفة الحركة، بس ما رح يستخدم السحر إلا لو اضطر، وبحكي له إنه شاف سحر أقوياء ربوه بهاي الغابة. بعدها بيروحوا فعلا على الغابة. بنفس الوقت إيزو بوصل لمملكة كيرا، وبكون موجود بنادي ليلي، وبقابل هناك ميزوكي اللي بتتظاهر إنها واحدة عادية مش تابعة لكيرا. بعدها بوصل أويشي والرونن لغابة التينغو، ووصلوا عند معبد قديم كان عايش فيه كاي زمان. كاي وأويشي بس هم اللي بفوتوا والرونن بستنوا برا. كاي بحذر أويشي إنه ما يطلع سيفه أبدا جوا حتى لو حدا هاجمه. بعدها بشوفوا سحرة التينغو وهم بيمارسوا الطقوس تبعتهم. كاي بيأشر لأويشي على غرفة سرية وجوا كان في سيف مغروس بالأرض كان بده ياخده، بس بيطلع له ساحر من التينغو. هالساحر بيكون عارف كل إشي عن كاي لأنه واحد من السحرة اللي ربوه، وبحكي له هاي السيوف انصنعت عشان تحمينا من الناس اللي انت جاي من عندهم واللي هم أصلا ما بيحبوك عشانك مختلف عنهم، ومع هيك انت جاي تساعدهم، فاحكي لي ليش. تاي بحكي له مش كل الناس سيئين واللي بدافع عنهم عندهم قضية عادلة وبدهم حقهم. فبحكي له الساحر انت شو ما عملت عمرهم ما رح يخلوك تتجوز بنتهم، بس عشان شجاعتك رح أعطيك فرصة تاخد السيف. فالساحر بحكي له لو قدرت تاخد السيف قبلي بكون من نصيبك. بنفس اللحظة الرنن بفوت المعبد لأنهم خافوا على أويشي، وياسانو بس شاف السحرة سحب سيفه، فالسحرة بسرعة بهجموا عليهم. بالرغم من إنه أويشي كان خايف كثير بس بسمع كلام كاي وما بسحب سيفه. بنفس الوقت كاي دخل بمواجهة مع الساحر عشان يحصل على السيف. بالآخر كاي بيقدر ياخد السيف وحطه على رقبة الساحر. الساحر انبهر من تطور كاي وقوته. بعدها طلع لأويشي اللي كان خايف ومش عارف الرنن وين راحوا، وفي سيوف كثير محلهم، بس بتضح إنه كل اللي شافوا أويشي كان هلوسة والرنن بأمان برا المعبد. بعدها كاي وأويشي أخذوا السيوف وطلعوا برا، وهم بالطريق كاي بيورجيهم قوة السيف التانجو،
وإنه السيف بيقدر يقطع الشجر بدون ما يبذل أي قوة. واحد من الرونن بيجرب يستخدم السيف بس بفشل، وشكلها قوة السيف الحقيقية ما بتشتغل إلا مع كاي. ولما بيرجعوا على المملكة، إيزو رجع وجاب خبر إنه كيرا راح يزور قبر أجداده الليلة، فأويشي بقرر إنهم يستغلوا هالموقف ويقتلوا كيرا وقتها. راحوا كلهم بالليل عند قبر أجداد كيرا وشافوا كيرا بيصلي عند القبر، وقبل ما كانوا رح يهجموا عليه بيطلع إنه هاد مش كيرا، هاي ميزوكي، وبتكون عملت لهم فخ. وقامت ميزوكي هجمت عليهم بالنار، وكمان أجوا رجال كيرا وهجموا على الرونن بالسهام، بس الرونن قدروا يهربوا بسرعة. بعد ما فضيت الدنيا وكل واحد راح بحاله، ميزوكي أخذت سيف أويشي من الأرض وفكرت إنه أويشي انحرق ومات، وراحت بالسيف عند كيرا وحكت له هاد سيف أويشي وهسه هو ميت. الرونن برجعوا على القرية وكاي كان بيعالج جروح كل الرونن. واحد من الرونن كان على وشك إنه يموت، وبأنفاسه الأخيرة بحكي لكاي عندي اعتراف إلك، زمان كان في واحد برمي عليك حجار وإنت جوا الكوخ تبعك، بصراحة هاد كان أنا. كاي بيحكي له أنا عارف إنه كان إنت لأنه كرشك كان مبين من ورا الشجر، فبيعتذر لكاي وبيحكي له أنت طلعت زلمة كويس كثير، وبعدها بموت. ثاني يوم الصبح كاي وتشيكارا شافوا فرقة عروض رايحين على قصر كيرا عشان الليلة كيرا راح يتجوز ميكا. أويشي وكاي بحطوا خطة بيتفقوا إنهم يفوتوا الحفلة معهم كأنهم من الفرقة. بعدها ياسانو بيعتذر لكاي عن أي إشي سيء عمله معه، وبشكره عشان قتل الثور زمان، وبحكي له أنت ساموراي حقيقي. بعدها أويشي وكل الرونن بوقعوا على وثيقة ببصموا بدمهم، هاي الوثيقة لإحياء ذكرى المجهود اللي بذلوه للورد آسانو، وعشان العالم كله يعرف مين كانوا. عدد اللي ببصموا كانوا 47 رونن. بيجي وقت حفلة عرس كيرا وميكا، بفوت أويشي وهو متنكر وسط الفرقة، وكل الرونن بنطوا من فوق السور وبقتلوا الحراس وبوقفوا مكانهم. أويشي كان بيقدم العرض على المسرح، وواحد من حراس كيرا بنتبه للي بصير وبضرب سهم على أويشي. وقتها الرونن بلشوا بالهجوم وقدروا يقتلوا أقوى جندي عند كيرا باستخدام القنابل، وكيرا بيحاول يهرب مع ميكا بس ميكا بتهرب منه وبتركض وبتروح بتحضن كاي. بس فجأة ميزوكي ظهرت وتحولت لتنين أبيض. كاي بسحب سيفه عشان يخلص عليها، ولما ميزوكي نفخت عليه النار سيف التينجو حمى كاي، وبيقدر إنه يقتل ميزوكي ويخلص عليها نهائياً. بنفس الوقت أويشي بلاقي كيرا وببلش القتال بينهم. كيرا بيكون أقوى متفوق على أويشي، بس بالآخر بيقدر أويشي ينتصر على أكيرا وبقطع راسه وبمسك راسه ورجال الساموراي تبعهم. ولما الساموراي بيشوفوا راسه بنحنوا كلهم لأويشي وبوقفوا القتال. ثاني يوم الرونن بيسافروا لمقاطعة آكو وبوصلوا عند قبر آسانو. الملك شوجون وجنوده كانوا هناك وما كان عاجبهم اللي أويشي والرونن عملوه. أويشي بيعترف وما بنكر كل اللي عمله، بس بطلب من الملك إنه يحترم المجهود اللي الرونن عملوه. بس شوجون بأمر بإعدامهم كلهم، وعشان هو بيحترم آسانو أعطاهم نفس الموت اللي ماتها سيدهم، وهي إنهم يقتلوا حالهم. قبل ما كانوا رح يعملوا هيك، كاي بروح يودع ميكا وبوضعوا بعض إنهم رح يتقابلوا بالحياة الثانية. بعدها بيجهزوا عشان يعدموا حالهم. شوجون بأمر إنه تشيكارا ابن أويشي ويطلع ويضل عايش عشان يضل فيه خليفة للمقاطعة، وال47 رونن ومن ضمنهم أويشي وكاي بيعدموا حالهم. وبس والله، ولو عجبك الملخص واستمتعت بالقصة لا تنسى تضغط اللايك وتشترك بالقناة ليوصلكم كل جديد. بنشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.